بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا، زي ما انتم عارفين فتحوا السحب للمنصات في بوت فارتس. بس هما كانوا طالبين مننا شوية مهمات نخلصها قبل ما نقدر نعمل عملية السحب. طيب ايه المهمات دي؟ عشان تدخل على المهمات دي زي ما انت شايف كده هتفتح البوت، وبعدين هتلاقي فيه فارتس بالانس هتدوس عليه. هتلاقي فيه عندي انا هنا هي كومبليتد. هو هيطلب منك ان انت تعمل اشتراك في قناة التليجرام بتاعتهم، وهتعمل فولو لقناة اكس بتاعتهم، وهيطلب منك تخلص المهمات السبونسرد اللي هي هتلاقيها هنا دي. ودي كانت اصعب حاجة بالنسبة لي بصراحة. اهي، بص، ما بتخلص المهمات السبونسرد دي، ما بتخلص. ما يعني انت وحظك، شوف هتقفل معاك امتى. اخر حاجة بقى، هو طالب منك ان انت تكون عامل عملية بمعاملة تون. في عندك كذا اختيار عشان تعمل المعاملة بتاعت التون دي. انت في عندك هنا اوبشن، يعني تعمل زي ما انا عملت، يا اما هتعمل ايداع لاي كميه صغيره من عمله التون في المحفظه بتاعه البوت. تمام، يعني انا حطيت مش فاكر رقم صغير خالص كده اهو، زي ما انت شايف. عملت له ايداع في محفظه البوت عن طريق ان انا دخلت على جبت عنوان المحفظه ودخلت عملت له ايداع. الحاجه التانية ان انت ممكن تخش تعمل ايه، ممكن تدخل تعمل عمليه دفع في 5 للميشن الديلي اللي هو ده. بدل ما تخش تعمل كليم من هنا، لا، تخش تعمل كليم في 5. ودي تبقى معاملة بسيطة خالص. بتعمل تقريبا بتدفع يعني بس رسوم الشبكة فقط لا غير. تمام. طيب احنا خلاص خلصنا المهمات وعايزين نسحب العملات بتاعتنا، بقى هنعمل ايه؟ هنطلع تاني بره. هتخش على الفارتس بالانس ده، هتلاقي في عندك اكسشينجز هتختارها، تقول له سيلكت. في عندك 4 منصات: جيت اي او، وبيت جيت، وبنج اكس، ومنصة نكس. والله يا شباب، انا شخصيا يعني بطلت اتعامل مع بيت جيت بسبب اللي هي عملته في الفترة الاخيرة. ففي عندك اوبشنز ما بين جيت اي او وبنج اكس. وانا شخصيا بفضل بنج اكس لان دايما بينزل عليها الحاجة بس يعني وقت الادراك بيبقى سعر العملة عالي جدا. لو تلاحظ دايما اغلبية الاوقات بنج اكس بتبقى سعر العملة فيها عالي جدا. معلش يا اصدقائي، تقريبا بقية الفيديو ما تسجلش، فاحنا هنعمل له اعادة شرح تاني بقى، بس للاسف هو كده قفل عندي يعني. فانا مش هقدر اعمل الخطوات معاكم تاني وانتوا شايفينها. فطبعا احنا هنختار بنج اكس. هتلاقيه جايب لك حاجتين بعد كده جوه. هيبقى عايز منك عنوان الايداع، وعايز منك رقم اليو اي دي. هتروح جاي رايح على المنصة بتاعت بنج اكس هنا. هتدخل على ايداع اهي. تمام، ايداع العملات المشفرة. هتختار فيرتس او هتكتب فيرتس في البحث هنا اهي كده. اهي، هتختار فيرتس. هتلاقي طلع لك العنوان بتاعك بتاع الايداع. هتعمل له نسخ وترجع تاني البوت، تعمل له لصق. وبعدين ترجع تجيب رقم اليو اي دي بتاعك. رقم اليو اي دي بتاعك ده هتلاقيه بره خالص هنا، هتلاقي فيه علامة كده زرقاء شبه الجواب. هتدوس عليها. هتختار منها السهم اللي هو عامل سهم شمال ده، تلاقي فيه اليو اي دي بتاعك اهو موجود، او معرف المستخدم. هتاخده كوبي وترجع تاني البوت، تعمل له بيست، وكده تقول له سبميت. كده انت خلصت ايه كل خطوات السحب بتاعتك، وكده انت تمام. وان شاء الله تنتظر العملات توصل لك في اقرب فتره ممكنه.
وان شاء الله اول ما يتحدد الميعاد بتاع بتاع الادراج بالظبط هبلغكم، عشان نكون من اوائل الناس اللي ايه هتبيع ان شاء الله. طيب، انا طبعا بفضل ان انتوا تختاروا بينج اكس، لان زي ما انتم شايفين انا عملت لكم منشن لبوست كده هم كانوا عاملينهولي. يعني طبعا الاصدقاء اللي هيشتركوا عن طريق الرابط الحالة بتاعي هياخدوا 10 دولار مجرد ما يشترك ويوثق حسابه، ولما يسحب عملاته دي ان شاء الله لو عدت ال50 دولار هياخد عليهم 20 دولار بونص. لو قدر يعمل تعاملات خلال الفترة اللي هي خلال اسبوعين، التعاملات دي عدت ال100 دولار هياخد 50 دولار ك يعني كبونص. فيعني يفضل ان انتوا تخشوا تشتركوا عن طريق رابط الحالة بتاعي على بينج اكس، وان شاء الله تسحبوا عملاتكم عليها، وان شاء الله خير يعني. بس كده يا اصدقائي، وهتأسف لكم مرة تانية طبعا انا من امبارح مش موجود معاكم تقريبا، بس والله عندي دور برد جامد جدا ما كنتش قادر ابقى موجود معاكم، وانتوا اكيد حاسين ده برضه في صوتي دلوقتي. مع السلامة يا اصدقائي. هسيب لكم رابط رابط الاشتراك في بينج اكس تحت، وهسيب لكم رابط قناة التليجرام تحت في وصف الفيديو برضو. ولو احتجتوا اي حاجة ابعتوا لي، يا اما على في الكومنتات هنا او على قناة التليجرام. مع السلامة يا اصدقائي، اشوفكم بخير.